في مرة يومي راجلها بيجي الساعة 9 حبت تختبره كتبت له في الورقة أنا مشيت بيت ناس أمي والغدا قاعد في التلاجة وقامت تدست تحت السرير وهو جا لقى الورقة كده فتحها قراءة وما صدق شغل لك السماعة بصوت عالي وبغني بصفر ولا هم قام طلع التليفون اتصل قال له يا عسل قال لا والله مرتي العارض دي مشت بيته يا اخي دي جابت لنا الفقر المفروض ما كان عريسها زاد وهي قاعده تحت السرير وسامعه اديني 5 دقايق بس بغير وبجيك والله اقعد معك اسبوع كامل قام استحمى ولبس احسن لبس في الدولاب وتعطر الزول ده جهز 100% ومارق وهو بيفكر بصوت عالي قال المره دي لو جات بكره لقيتني ما فيش تقول لي شنو قال ايوه معناته نكتب لها ورقه طلع الورقه كتب فوقها والله يا مره انا مشيت ماموريه اسبوع كامل وطبقها وخدتها وهو طالع من البيت كده قال اكيد السجن ده حتصدق بعد هو طلع هي طوالي طلعت من تحت السرير قامت فتحت الورقه لقيته كاتب لها قرانك بري يا سجمانه وانا ماشي الفورم اجيب عيش نسيت آدم جوا. سودانية قاعد تحضر مسلسل تركي في المسلسل مرة البطل قامت حرقت يدها جا البطل قال لها والله انا ما بلوم النار بكون اجتهدت تلمس اصابعيني وهي خلاص المشهد تعلق في راسها مشت المطبخ قاعد تطبخ قام جا زوجها خش المطبخ يشيل له مويه من الثلاجه قامت حرقت يدها وبدت تكر قالت له عانى النار حرقت يدي قال لها دي نار الدنيا بس يا بنت اللذينه بعدين نار الاخره كيف بل بس